السلام عليكم. هذه هي أبرز العناوين. حكيمي وثلاثة لاعبين في سان جيرمان يواجهون عقوبات. وليد الركراكي في طريقه لاستدعاء مهاجم جديد لتعويض أبو خلال المصاب أمام كوت ديفوار. الفتح السعودي يعلن استدعاء مراد باطنة للمنتخب الوطني المغربي. مدرب إيطالي جديد لكل من أناحي وحريت. أنشيلوتي يرد على اتهامات أتلتيكو مدريد. القجع كان 2025 سيلعب في الصيف وسيكون موازي مع احتفالات عيد العرش. بدون سابق إنذار مدرب مانشستر يفاجئ أمرابط بقرار جديد. مدرب بايرن ميونخ يفاجئ الجميع بتصريح مثير عن مزراوي. حكيمي يخلق الجدل من جديد. والآن إلى التفاصيل، ولكن من قبل وباش تكون أول واحد كيتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية، المرجو وضع لايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. حكيمي وثلاثة لاعبين في سان جيرمان يواجهون عقوبات. استدعت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم راندال كولر مواني المنضم حديثا لصفوف باريس سان جيرمان وثلاثة لاعبين آخرين من نفس الفريق للمثول أمام اللجنة التأديبية بسبب الاشتباه في قيامهم بتوجيه إهانات في إحدى المباريات. واتهم كولومواني وعثمان ديمبيلي وأشرف حكيمي ولايفن كورزوا بتوجيه هتافات مهينة لفريق مارسيليا أثناء الاحتفالات بالفوز الكبير 4-0 في المباراة التي جمعتهما بالدوري الفرنسي يوم الأحد الماضي. وذكر بيان صدر في وقت متأخر من أمس الأربعاء أن جلسة الاستماع ستعقد يوم 5 أكتوبر المقبل، كما سيتم استدعاء مندوب عن النادي بسبب الاشتباه في قيام الجماهير بالهتاف ضد المثليين وتوجيه إهانات لمارسيليا. وذكرت الصحف الفرنسية أن اللاعبين الأربعة من الممكن أن يواجهوا عقوبة الإيقاف ل4 مباريات. وكانت وزيرة الرياضة الفرنسية من بين هؤلاء الذين أدانوا هذه الحوادث، وقالت إن الهتافات أفسدت الأمسية في الملعب. وقالت يوم الاثنين على موقع إكس للتواصل الاجتماعي: رسالتنا واضحة، الحزم المطلق ضد أي شيء غير مقبول، وسيشتد النضال المشترك لجميع الأطراف المعنية. وليد الركراكي في طريقه لاستدعاء مهاجم جديد لتعويض أبو خلال المصاب أمام كوت ديفوار. ذكرت تقارير خاصة أن المدرب الوطني وليد الركراكي يخطط لاستدعاء اللاعب محمد البولديني مهاجم نادي ليفانتي الإسباني لتعزيز تشكيلة المنتخب الوطني المغربي. يأتي هذا القرار استعدادا لمباراة ودية مهمة ستجمع المنتخب المغربي بمنتخب كوت ديفوار في 14 أكتوبر القادم. وتأتي هذه الخطوة في ظل إعجاب وليد الركراكي المدرب الوطني بالأداء المميز الذي قدمه البولديني خلال المواسم السابقة وفي بداية الموسم الحالي. ويتميز البولديني بقوة هجومية بارزة، حيث نجح في تسجيل 5 أهداف خلال الموسم الماضي في دوري الدرجة الثانية. هذا الإنجاز جعله يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي هذا الدوري المنافس، ويجعله مرشحا قويا لتعزيز هجوم المنتخب الوطني. من المعروف أن منتخب المغرب يسعى دائما لتحقيق النجاح في المسابقات الدولية وضمان مشاركة قوية في نهائيات كأس العالم والبطولات القارية الأخرى. استدعاء لاعبين مثل البولديني الذين يتميزون بالقدرة على تسجيل الأهداف وتقديم أداء رائع في الهجوم يعكس التزام المنتخب ببناء فريق قوي ومتنوع. من المتوقع أن يشكل محمد البولديني إضافة هامة لمنتخب المغرب، وسيكون له دور مهم في تحقيق الأهداف والتفوق في المباريات القادمة. ويتوقع أن يكون للمنتخب الوطني أداء جيدا في المباراة الودية ضد الكوت ديفوار. وسيكون استدعاء البولديني جزءا من استعدادات المنتخب لهذا اللقاء والمستقبل القادم. الفتح السعودي يعلن استدعاء مراد باطنة للمنتخب الوطني المغربي. أعلن النادي الفتح السعودي مساء اليوم الأربعاء استدعاء لاعبه مراد باطنة للمنتخب الوطني المغربي. وكتب النادي السعودي في حسابه الرسمي على منصة إكس: المنتخب المغربي يستدعي لاعب الفتح مراد باطنة. وأضاف: بالتوفيق لباطنة وديما مغرب. مدرب إيطالي لأناحي وحاريت. اختار فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي التعاقد مع الإيطالي غاتوزو ليقود الفريق خلال المرحلة القادمة خلفا للمدرب الإسباني مارسيلينو الذي استقال من مهامه بسبب خلاف مع إدارة النادي وكذلك الجماهير الغاضبة من النتائج السلبية. وسيحاول الإيطالي قيادة نادي الجنوب الفرنسي من أجل العودة سريعا إلى الانتصارات، خاصة بعد الهزيمة في الكلاسيكو بنتيجة 4-0 أمام باريس سان جيرمان. كما سيسعى بلا شك لاستغلال الرصيد البشري المميز في الفريق بقيادة الثنائي المغربي عز الدين أناحي وأمين حارث. وبقدوم غاتوزو ارتفع عدد المدربين الإيطاليين في الدوري الإسباني إلى 3 أسماء، حيث كان فريق نيس قد تعاقد مع فرانشيسكو فاريولي
الذي يقود الفريق لتحقيق نتائج جيدة في بداية الموسم ولم يعرف الهزيمة. كما منح نادي ليون ثقته إلى المدرب فابيو غروسو منذ أيام قليلة، وقد تعثر في أول مباراة له. وهذا الحضور القوي للمدربين الإيطاليين في الدوري الفرنسي يؤكد ارتفاع أسهم المدرب الإيطالي في أوروبا رغم تواضع نتائج المنتخب الأول، ولكن تميز عديد الأسماء في السنوات الأخيرة أعاد الاعتبار للمدرسة الإيطالية وخاصة في فرنسا. كما أن قوة شخصية المدربين في إيطاليا تدفع الأندية إلى منحهم الثقة، ذلك أن جماهير مارسيليا رحبت بالتعاقد مع غاتوزو، حيث تعتقد أن روحه المعنوية العالية قد تساهم في تحفيز اللاعبين خلال المباريات القادمة وتدفعهم إلى تقديم الأفضل رغم فشل تجربته مع فالنسيا في الموسم الماضي. أنشيلوتي يرد على اتهامات أتلتيكو مدريد. رد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على اتهامات ميغيل أنخيل الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد، والذي قال إن الميرينغي يقوم بالضغط على الحكام. وأصدرت قناة ريال مدريد التلفزيونية تقريرا عن حكم مباراة الملكي مع لاس بالماس موضحة الأخطاء التي قام بها ضد الفريق الملكي. وادعى التقرير أن بعض الحكام هم جزء من أزمة نيغيرا الشهيرة، مما يشير إلى أن الفساد ضد ريال مدريد والعمل لمصلحة برشلونة وبعد التقرير اتهم ميغيل أنخيل ريال مدريد بالضغط على الحكام وتشويه المنافسة. وعقب الفوز على لاس بالماس بثنائية نظيفة بالليغا، علق أنشيلوتي في تصريحات صحفية: في هذا الصدد لا ألتفت إلى ما يقوله مالك أو رئيس أتلتيكو، السؤال الذي يجب أن نطرحه هو ما إذا كان الحكام يشعرون بالتأثر. وأضاف: أقول ببساطة أنه ارتكب خطأ كبيرا، لا أحد مثالي. القجع كان 2025 سيلعب في الصيف وسيكون موازي مع احتفالات عيد العرش. كشف فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم موعد إقامة نهائيات كأس إفريقيا المزمع تنظيمها بالمغرب سنة 2025. وقال القجع في تصريح خاص به راديو مارس: كأس إفريقيا للأمم 2025 غاية تلعب في الصيف باش الجالية يحضروا ليه. وأضاف: سيكون بموازاة مع احتفالات عيد العرش، وأتمنى أن تكون من نصيب المغرب وتكون الكأس الثالثة لنا. ومنحت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أمس الأربعاء بصفة رسمية شرف تنظيم بطولة كأس إفريقيا للأمم لسنة 2025 للمملكة المغربية، بعد إعلان كل الدول المنافسة انسحابها، وهي الجزائر، زامبيا، نيجيريا والبنين. بدون سابق إنذار، مدرب مانشستر يفاجئ أمرابط بقرار جديد. فاجأ مدرب مانشستر يونايتد الهولندي إيريك تين هيغ الجميع بإشراك سفيان أمرابط في مركز غير الذي تعود عليه، إذ لعب الشوط الأول من مباراة كريستال بالاس في الرواق الأيسر برفقة البرتغالي ديغو دالوت والإنجليزي هاري ماغواير والفرنسي رافائيل فاران. وأكدت تين هيغ في تصريحات أوردتها صحيفة مانشستر إيفنينغ نيوز يوم الثلاثاء عن سبب إشراك اللاعب البالغ من العمر 27 عاما في مركز الظهير الأيسر، إذ قال: في هذا الشأن كان علينا أن نقوم باختيار اللاعبين من المنظور التكتيكي. أمرابط لاعب خط وسط، لكنه لعب سابقا كظهير، استقر مع فيورنتينا. أما مع منتخب المغرب فكان نجما مميزا في كأس العالم، لقد كان واحدا من بين أفضل لاعبي خط الوسط في المونديال. وتابع قائلا: يمكن الأمرابط أن يلعب كظهير أيسر، هو محارب وسيقاتل من أجل الحصول على الفرصة، هو لاعب سيلعب في أي مركز يحتاجه المدرب. مدرب بايرن ميونخ يفاجئ الجميع بتصريح مثير عن مزراوي. أشاد توماس توخيل مدرب نادي بايرن ميونخ بالأداء الذي قدمه نصير مزراوي في قلب الدفاع بعدما غاب الثلاثي كيم أوباميكانو وماتيس ديليخت عن المواجهة. وقال توخيل: قدم مزراوي مباراة جيدة بفضل قدرته على التعامل مع الكرات الهوائية بالإضافة إلى حسن تمركزه في قلب الدفاع، فيما أظهر ليون غوريتسكا القوة البدنية والسرعة التي يتمتع بها في المواجهة التي كان لديه خلالها النقص في قائمة المدافعين. وأضاف توماس توخيل: أتمنى أن لا أجد نفسي مضطرا إلى الاعتماد على مزراوي وغوريتسكا في قلب الدفاع، لكنهما قام بالمهمة على أكمل وجه واستطاع التعامل مع الضغط عليهما. ويتميز النجم المغربي نصير مزراوي بالقدرة على اللعب في أكثر من مركز في خط الدفاع، وهو ما فعله سابقا قبل قدومه إلى بايرن ميونخ الألماني مع فريقه السابق أياكس أمستردام، عندما كان يظهر في قلب الدفاع بالإضافة إلى لعبه على الأطراف. حكيمي يخلق الجدل من جديد. ظهر الدولي المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان بمحفظة يتجاوز ثمنها 80 مليون سنتيم في صورة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. وخطف حكيمي الأنظار مرة أخرى خارج أرض الملعب من خلال إطلالته الأنيقة والجريئة التي شاركها مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام. وتنتمي حقيبة حكيمي للتشكيلة الحديثة لعلامة إيرميس الشهيرة، والتي يبلغ سعرها 79595
ألف دولار، أي ما يعادل أزيد من 80 مليون سنتيم.